ليه في ناس ممكن تكون بتنجح أسرع من ناس تانية؟ أنا بسنت محمد ودي سلسلة فيديوهات خواطر لي. الفرق ما بين الاتنين يمكن ما يكونش الذكاء، يمكن يكونوا هما الاتنين في نفس مستوى الذكاء، ولكن الفرق الحقيقي هو في طريقة التفكير. في حد ممكن يكون عنده فيكسد مايند سيت أو مايند سيت ثابته على ان انا مثلا ما بعرفش اعمل حاجه الفلانيه، او انا مش شاطر في دي، او انا بس بعمل دي، فخلاص هو ثابت على ده مش عايز يغير. وفي حد تاني ممكن يكون عنده جروس مايند سيت، او طريقه تفكير بتكبره، طريقه تفكير عندها استعداد انها تتعلم اكتر، عندها استعداد انها تبذل ايفورت، عندها استعداد انها عندها فضول انها تجرب حاجات وتفشل وتنجح وتفشل وتنجح عادي جدا. ده الفرق ما بين الاتنين. الناس مش بتنجح علشان حد اذكى من حد، الناس بتنجح علشان في حد عنده استعداد انه يتعلم وحد ما عندوش استعداد انه يتعلم. اكتبوا لي في الكومنتات ايه الحاجه اللي كنتوا فاكرين ان انتوا مش عارفينها خالص ولما اتعلمتوها بقيتوا اشطر ناس فيها.